السلام عليكم، اخباركم يا شباب؟ شوفوا لي بس الصوت الاول. شوفوا لي الصوت الاول كده يا شباب. الله ينور عليك. شوفوا لي الصوت واضح بس الاول ولا لا. انا قلت بالمره اعمل لكم البث المباشر ده وانا في الطريق ان شاء الله. رايح بعد اسكندريه كده بسكه 50 كيلو ولا حاجه. طيب تمام، الصوت كويس. جندي محمد تمام. انا قلت بالمره بدل ما انا بجاوب على الاسئله تليفونيا، طيب ما انا اقول لكم فلان الفلاني، مش هقول فلان بقى، هقول حد معين سالني، وبدل ما انا ارد عليه كفرد، طب ما انا ارد على المجموعه كلها، لان هتلاقي الاسئله متشابهه. ولو في اسئله برضك عندكم يا شباب انا معاكم. ولو تعملوا مشاركات للفيديو ده عشان الكل يستفيد. كمين ده؟ ولو تعملوا مشاركات للفيديو دوت يبقى كتر الف خيركم عشان الكل يستفيد. احد الاصدقاء بيسالني: السلام عليكم. وعليكم السلام باشمهندس. ايوه، انا سالت على كود شركه كذا النهارده، لقيته ب7 جنيه ونص. كود شركه كذا لقيته النهارده ب7 جنيه ونص. قلت له تمام. وكود كذا لقيته ب4 ولقيته ب5. قلت له برضك تمام. قال لي طيب انت ايه رايك؟ قلت له والله اللي انا شايفه في الفتره الاخرانيه ديت ان الكل بقى عباره عن بطيخه مقفوله. بختك يا ابو خيط. طيب انا ده وجهه نظري يعني. طيب تعالى نحسبها يا فلان. الكل بيشتكي دلوقتي من ايه؟ من دكتور احمد حبيب. الكل بيشتكي دلوقتي من ايه؟ من ان معظم القطعان، مش عايز اقول كلها عشان ما اظلمش حد، فيها رفيع. كلمه رفيع دي بقينا بنسمعها كتير جدا، وتفاوت الاوزان والكلام ده كله. طيب انا فكرت، قلت له تعالى نفكر بصوت عالي. لو انا افترضت ان انا رحت جبت القطيع ابو 5 جنيه او ابو 4 جنيه مثلا، خلينا في 5 جنيه. ابو 5 جنيه لو انا بربي مثلا سيف 10000، وغيري جاب القطيع ابو 7 جنيه ونص، فرق 2 جنيه ونص يعني 25000. طيب هقول لك على حركه حلوه جدا انا شخصيا بعملها في مزارعي. ايا كان سعر الكتكوت، قال لي اتفضل. هرد على الاسئله كلها يا شباب، حاضر. قال لي اتفضل. قلت له هفترض جدلا ان انا جبت ال 10000 دول ب 5 جنيه او ب 4 جنيه، وجيت اول اسبوع رحت مفور منهم 300 400 500 كتكوت ورميتهم في الترعه اعدام. شكله مش عاجبني. اصبح الكتكوت ده واقف عليا بكام؟ بدل 5 كانه بقى ب5 ونص. برضك ما وصلش ل7 ونص بتاع الشركه الفلانيه. ولو جايبه ب4 يبقى مثلا بقى ب4 ونص، ويبقى عندي قطيع نظيف وجميل وزي الفل. بدل ما هم بيفرزوا لي كويس وياخدوا 2 3 جنيه فرق عشان هم فرزوا لي كويس، طب ما انا افرزه كويس عندنا وارمي ال 200 300 400 500 كتكوت اللي مزعليني او اللي مضايقني عمر اسبوع. دي وجهه نظري يعني. انا شخصيا عمر اسبوع المفروض ان ما عنديش حاجه رفيعه. المفروض يعني كل اللي مضايقني لحد عمر اسبوع، يعني من عمر يوم 2 3 معاك لحد اسبوع، لحد الاسبوع الاولاني. ومعظمنا بيحقن الثنائي عمره اسبوع. انا كده كده الفراخ هتمسك كلها قدامي. طب ما انا انقي الرفيعين دولت واعدمهم. مش هقول لك بقى حجاز وما حجازش، مش هوجع قلبي. دي وجهه نظري. طيب انا لو بسكن 10، لا خليهم يا عم 10 و300 10 و400. اعمل حساب ال 300 و400 دول كانك ما اشتريتهمش، واحدفهم او ارميهم في الترعه. بغض النظر عنك هترجع للموزع او مش هترجع له، يعني مش دي القصه اللي انا بفكر فيها. اللي انا بفكر فيها ان لو عندي مشكله وانا شارب 7 جنيه ونص، غير لما يبقى عندي مشكله وانا شارب 4 جنيه او 5 جنيه. طب انا لو شارب 5 جنيه
الحبه الرفيعين دول هيقفوا عليا بايه؟ هيزودوا لي تمن الكتكوت من 5 ل 5 ونص. اوكي، دي وجهه نظري. تمام. ارد بقى على اسئلتكم يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، منور يا هندسه، رمضان كريم، منور، توصل بالسلامه. محمود السيد خليل، معلش بقى الكوليستريديا مبهدلاني حاجه من الاخر، ربنا يبارك لك. طيب بص يا حبيبي، الحل المعروف للدنيا كلها في الكوليستريديا اموكس وكوليستين وستريبتو. بس المشكله بقى ايه؟ هتقولي طب ما انا حطيت الثلاثه دولت ومع ذلك مبهدلاني زي ما انت بتقول. هتقول مبهدلاني زي ما انت بتقول. طيب، حاجه من اتنين، يا التشخيص غلط ان هي مش كوليسترول وانت عمال تعالج فيها، يا الدواء اللي انت جايبه مش مظبوط. لكن الاموكس والكوليسترول والستريبتو المظبوط بيخلص موضوع الايه؟ الكوليستريديا. بس لازم بعدها تحط مضاد سموم ضروري عشان السموم اللي فرزتها الكوليستريديا. انا جاوبتك اهو. منور يا كبير، خلاص. طيب، مصطفى عبوده بيقول عايز حل المرض اي بي عمر 35 يوم. مفيش حلول لامراض فيروسيه. الحل شويه يود، مش حل بقى، شويه يود وشويه روافع مناعه عشان اللي ما اتصابش يقدر يكمل، لكن اللي اتصاب ده ربنا يصلح حالنا وحالك. بس الحل بقى الدوره الجديده ان شاء الله، تغير برنامج تحصيناتك، اهتم بالمناعات من اول يوم، خلي الفرخ ما يتعرضش لاي ستريس عشان حتى لو زارك الاي بي ما يزعلكش، نتيجه لان الفرخ بيتعرض لستريسات كتير او ضغط كتير، او يعني الفرخ عندي لما يبقى نظيف ما فيهوش مشاكل، حتى لو كان الاي بي هيقول لي سلام عليكم ويمشي. مساء الخير يا هندسه، مساء النور يا دكتور احمد. وائل بيقول ينفع غلاء الاعلاف ده يا هندسه؟ لا ما ينفعش، بس هتعمل ايه؟ الخامات عالميا زادت، يعني الذره وصلت امبارح 5400 او اول امبارح 5400، وده رقم عمر الذره ما وصلت له. الصويا مش عارف بردك وصلت كام. يعني في غلاء رهيب في الخامات الاعلاف، وده بيعقبه غلاء في الاعلاف في مصر. وطبعا ما فيش رقابه، اللي هو اللي ايه، طول عمرنا متعودين البنزين يغلى 10%، اجره العربيات تزيد 50%. ما فيش نسبه وتناسب ما بين غلاء الخامات وغلاء الاعلاف. يا هندسه بعد اذنك، الاي بي دمرني. ما هو نفس السؤال، والتجار عاوزه تشيل تراب الفلوس. هو نفس الاجابه بتاعت السؤال اللي قبليك. لو النافع عالي يبيع وخلاص بقى، وخساره ربا ولا مكسب بعيد. لكن لو النافع يعني ايه، ممكن نلم الدور زي ما قلت لك كده، رافع مناعه ويود. الكونجورو ينفع اقدر دي 78 على 7 ايام واكرر على 14. هو انا في برنامج انا ما بحبش ادي على 7 ايام، بحب ادي على 14، بس بكون مدي فاكس تك في المعمل او يونيفاكس، يبقى جمهور ونيوكاسل مع بعض. انا كنت حاجز العناني ولغيت علشان ب7 جنيه ونص، نزلت النهارده نص ما شاء الله على 3 جنيه و70 قرش. ربنا يكرمك. ما هو ده اللي انا بقوله، انا مش بتكلم على شركات بتسمعها، بس انا بتكلم ايه، يعني انت واحد من الناس بتقول جايب ب 3 جنيه و70 قرش. طيب افترض جدلا ان انت جايب قطاع سيء، هتقدم منه قد ايه؟ ربعه؟ انا بتكلم على عمر اسبوع. يعني لو انت مثلا مسكن 10000 هتقدم ايه؟ 200 300 500 1000؟ والله حتى لو عدمت 2000 اصبح ال 8000 اللي هيتبقوا 37000 جنيه. لما تيجي تحسبها كده تلاقي الكتكوت واقف على سكه 4 ونص 5 جنيه، مش رقم. ده وجهه نظري يعني. ابو حنين بيقول يعني انزل يا باشمهندس محمد ولا نخف في شويه ولا نستنى شويه، حاجه زي كده. على حسب انت بتكلف كام، لان توقعات السوق بعد 40 يوم الله اعلم
هتبقى رايحه لفين. فانا ما ينفعش اقول لك نزل وانت تكلفتك عاليه. يا جماعه كل اللي تكلفته عاليه يعني يهدى شويه، يا اما تقلل في تكاليفك. دي وجهه نظري. الله ينور عليك. وده اللي انا عملته، ده الجندي محمد. ده اللي انت عملته زي ما انت بتقول اهو. بتقول انا نزلت ب 73 حتى لو القطاع وحش على كلامك. هقدم يا عم اول اسبوع هقدم ربعه، يعني لو بسكن 10 لا اسكن يا عم 11، واعمل حسابك ان ال1000 ده هو ده اللي هرميه في الترعه. كلام سليم يا هندسه بعد التجربه. ده الدكتور احمد حبيبي يا دكتور احمد. دي وجهه نظري يا دكتور احمد. يعني انا بتكلم في ان انا في القطيع الفلاني عدمت كام كذا، يبقى انا لما اجي احسبها هلاقي نفسي كاني جبت زياده ريال. طب انا مسكن بكام؟ وكان في الوقت دوت الاسماء الكبيره بكام؟ طب انا النهارده عندي قطيع المفروض بعد الاعدامات محترم، بعد الاعدامات محترم، وبرضك ما وصلتش للسعر بتاع الايه ال7 جنيه ونص. يا هندسه ايه الحل؟ اتش 9 رافع مناعه بيوت. محمود السيد خليل بيقول معلم ربنا ما يحرمني منك، ربنا ما يحرمني منكم، انتوا حبايبي كلكم. طيب محمد فرج بيقول، محمد فرج اوعى تكون محمد فرج بتاع المنزله. طب انا رميت الرفيع، طيب والمشاكل الاميه اللي بقيه القطيع ازاي اتصرف فيها؟ لحظه، ازاي اتصرف فيها؟ ازاي دي عشان جوده كتكوت وليس الفرز من وجهه نظري. طبعا وجهه نظرك تحترم، ده بغض النظر عن الشركات اللي انتاجها قليل وعليها ضغط فبتبيع في السعر زي نيوجين كده. انا مش هذكر اسامي شركات. انا يا جماعه انا ما انكرتش ان الاغلى هو اجود، ولكن احيانا بيبقى الاغلى زي ما انت لسه بتقول لانه هو عنده انتاج 10 قطع ومطلوب منه 30 قطعه. لا، في اسماء جيده وباسعار اقل لانه مش قادرين يسوقوا زي الشركات الكبيره. احمد حسني عبد الجواد، ايه الحل في نيوكاسل بعد عمر 25؟ ما انا لسه قايل يا جماعه كل طقم الفيروسات ما حدش هيقدر يحلها. وبعدين انا يعني بسمع من البعض كده يعني، لكن انا من وجهه نظري رافع مناعه ويوت. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا شباب. لو عايز نفس نفسي لا طيب. اهو مصطفى عبود بيقول طب اليود انزله في الميه مع رفع المناعه؟ لا، عكس رفع المناعه. محمد زاهر يسعد مساك يسعد تركيا يعني تركيا. محمد فرج بيقول انا هو يا هندسه. طيب خلاص ماشي. محمد فرج المنزله اللي هو قيل عنه، قيل عنك ان انت اللي عامل طيب يبقى كلمني بعد ما اخلص دايس ولا محمد عايز، بتميل؟ عشان من حقي برضك استفهم يعني ايه الدنيا رايحه على فين. احمد شلبي هندسه مساءك فل، مساءك زي الفل يا شباب. العدد يا شباب في تناقص، فيبقى عدد انا مالي. ايه موضوع الاكمنه النهارده؟ سيبك منه يا عم. طيب عادي. هنستنى بس اما اعدي الكابين يا شباب وبعد كده نتكلم براحتنا. السلام عليكم. الله يبارك فيك. ايه؟ بقول له كان معاك جنيه. يا ريت يا شباب المشاركات للبث عشان الكل يستفيد. انا كده كده لسه قدامي حوالي ساعه وربع ان شاء الله على ما اوصل. التلقيح الصناعي مصطفى شبانه بيقول يا هندسه انا جايب 11400 طلع فيهم 6000 كتكوت. 6000؟ لا، ما انا بص يا جماعه انا ما قلتش روح هات من ابو 3.5 او ب4. انا بقول لك يعني خليك في المتوسط في المعقول، يعني ما يبقاش اقصى اليمين واقصى اليسار. انا بتكلم ان اللي ايه النهارده في من 3.5 موجود. بس لا يعني هروح حتى عند ابو 5 عشان حتى يعني ايه اضمن جزء من الجوده. سردة اعمل ايه؟ والدعم الفني بيقول لي هعوضك وانا شارك كتكوت ب10.5 سنت. 10.5 دي بقى لنا مده كبيره جدا ما سمعناش يا جماعه. والتعويض ناسي تكلفه الاكل والايجار وضياع الدوره، احاسبه ازاي صاحب الشركه؟ طيب كلمني يا
اسمك التلقيح الصناعي وانا هجاوبك حاضر. يعني كلمني في التليفون اقدر افهم منك الموضوع ايه بالظبط وانا اقول لك تحلها ازاي. الحاجات دي ما بتتحلش على العام يعني كلمني افهم منك اكتر. احمد شلبي، معاك كل منطق الاسم صح بس احمد شلبي. هندسه عايزه تشرفنا في اسوان تحت ضيافتي الخاصه. اسوان انا حبيبي فيها كتير وكنت ناوي النية لله ان انا انزلها يمكن بعد بكره، هقضي فيها ان شاء الله 3 ايام. فكلمني يا استاذ احمد يا شلبي ونشوف ممكن نرتبها مع بعض ازاي. رقم تليفوني برضك اللي مش عارفه 010 11 28 90 79 010 11 28 90 79. التلقيح الصناعي بيقول والله شركة مش عاوز ابعت الفاتورة ولا مش عاوزة تبعت الفاتورة مش عارف بتاريخ 1 مارس. 1 مارس دي عن الدورة اتباعت. طب برضه كلمني ممكن نشوف لها حل. هاني ابو احمد بيقول الفراخ ايه؟ الفراخ مادة رقبتها لقدام للامام، ايه ده وايه علاجه يا هندسه؟ طيب كلمة مادة رقبتها لقدام ديت الفرخ مش قادر ياخد نفسه، فغالبا في بلغم في القصبة الهوائية، وممكن يكون بدايات مايكوبلازما، يعني هي حاجة تنفسية. خد فراخك وروح لدكتور شرح، لان هي لو مجرد بلغم بس هقول لك نزل موسع شعر، لكن لو حاجة تانية الدكتور اللي هيشرح هو اللي يقول هل حاجة تانية ولا لا. حاضر. التلقيح الصناعي بيقول شاكر افضلك. لا الشكر لله كله. احمد شلبي بيقول تمام يا هندسه بكلمك بيكون مقفول. لا انا ساعه البث بقى في الخط التاني وبعتمد على الخط اللي فيه الداتا، فانت بس كلمني او اكتب لي رقمك وانا اكلمك انا يا استاذ احمد شلبي. يعني ارتب معاك زياره اسوان دي من عين زاد ومن عند ميه. محمد فتحي زعامه بيقول كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. الافضل بيتر غاز ولا كهرباء من حيث التوفير؟ هو الاوفر الكهرباء برضك عشان ابقى صريح معاك، ولكن لا قدر الله في حاله انقطاع الكهرباء هتبقى عندك كارثه. نمره 1. نمره 2، هل المحول اللي معاك يستحمل هيتر الكهرباء بكفاءه المكان؟ انا دايما بقول الكهرباء دي يا جماعه اللي هم بيربوا في شقق بتاع مش عارف ايه، لكن مثلا ما يبقاش عنبر 1000 متر واروح اعمله هياتر كهرباء. ده انا عايز كهرباء قد دماغنا يعني. محمد المنسي بيقول دكتور كبير، انت اللي دكتورنا يا حبيبي. احمد شلبي خلاص كتبت لي رقمه. زورة ممكن تتكلم شويه. 97 ماشي. يا ريت يا جماعه بس الرقم اللي هو 97 اخره 97 ده 65 97 يصبر بس اخلص البث وانا اللي هكلمك. ممكن تتكلم شويه عن مخاطر الحقن اللي بيحصل في مصر في الشركات الكبرى والخطر على صحه الانسان؟ انت عايز تتكلم على سلامه وصحه الغذاء. طيب يعني ممكن اتكلم بصراحه ولا بلاش؟ المفروض ان في حاجه اسمها فترات سحب الادويه او الريزيدوال او المتبقيات من المضادات الحيويه، وللاسف يعني الا من رحم ربي معظم او مش هقول يعني في جزء من المربين ما بيلتزمش بفترات سحب الادويه، وخاصه ان عندك بعض الادويه بتوصل فترات السحب بتاعتها اللي هي خروجها من الجسم يعني ل 15 يوم وفي 4 ايام وفي 10 ايام كده. يعني معظم المربين في مصر او جزء منهم يعني ما بيلتزمش فتره السحب، يعني ممكن يبقى حقن امبارح ويبيع النهارده عادي. للاسف دي كارثه على صحه الانسان يعني، ودي المفروض اللي يتابعها الدوله مش ناس زي حضراتنا يعني. العدد يا شباب في تناقص، يا ريت نعمل مشاركات عشان الكل يستفيد. يا ريت نعمل مشاركات عشان السؤال اللي غيرك بيساله ممكن يفيدك.
عشان السؤال اللي مش خاطر على بالك وغيرك بيساله ممكن يفيدك. شوفوا لو عايزين مني حاجه تانية يا شباب ولا اقفل بس على كده. طيب اقول لكم السلام عليكم ان شاء الله. بعد بس ما اخلص الزياره بتاعت ديت احاول اعمل لكم بس مباشر تاني وانا راجع ان شاء الله. هيبقى بعد 12 بالليل باذن الله يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.